صراحة اف ام 88.6. والفرحة والسعادة هي مساء البراءة والطفولة والجمال. برشا أولياء ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع صغيراتهم، تلقاهم أول ما صغارهم يغلطوا ولا يعملوا حاجات ما تعجبهمش يعاقبوهم بالضرب والتوبيخ واللوم والتهديد والكلام الجارح، معتقدين انه هذه الطريقة الصحيحة للتربية، وما يعرفوش ان العلماء والاطباء النفسيين والابحاث المتعمقة اللي درست نفسية الطفل حذرت من هالسلوكيات على خاطر هالطرق تأثر عليه بطريقة سلبية كبيرة. يقول القائل كيفاش؟ بهالمعاملات صغيرك يولي يكره الناس، وخاصة والديه اللي ديما باش يشوفهم تصويرة خايبة، خاطر الضرب يحسوا اللي هما ما يحبوهوش وما يعني لهم حتى شيء. زيدهم اللي يولي يا يحس بالانتواء وبالعزلة ويتملى بالحقد، يا يولي يسلك أسلوب المنحرفين ويعادي المجتمع والناس بلاش سبب، غير اللي هالسلوكيات تفقدهم ثقتهم برواحهم وتنحي احساسهم بالامن وغيرهم من التغييرات السلبيه النفسيه اللي تطبع على شخصيتهم. هذاك علاش مهم انه الاولياء يولي عندهم وعي بالحكايه هذه، ومهم انه يبدلوا من تصرفاتهم. اليوم باش نحكيو على الطرق الإيجابية لتربية الأطفال وتأديبهم بعيد على العياط والصياح والضرب والبكاء، بما أنه كيف ما ذكرنا هالحاجات تأثر برشا على نفسيته. أول حاجة مهم تعرف إنه في تربية الصغار قبل ما تعاقب لازم تركز على الأهداف اللي أنت محددهم وتحب صغيرك يتعلمهم ويعملهم. لازمك ديما تعطيه القواعد كيما اللي يعرف باللغة الفرنسية بالشومان دغوت، تدربوا عليهم وتعطيه مكافئات على كل سلوك صحيح يعملوا. وكان عندك أكثر من صغير أعملهم في الفريجيدير في شات لصق فيهم أساميهم، وكل ما حد يعمل حاجة باهية ارسم له عليها نجمة. وقبل هذاك الكل أعمل جدول كبير حط فيه الحاجات اللي ولدك تحبوا يتعلمهم وعلقهم في بيته. مثلا تحط لازم كي تقوم تغسل وجهك، لازم تكمل ماكلتك، لازم تقوم بكري، لازم تتكلم وفمك بلاش ماكلة، تعاون ماما في تحضير الطاولة، تكمل دروسك بكري، وغيره من الحاجات اللي تحبوا يتعلمهم. وتقول له انت واخواتك كل ما تعملوا حاجات ملي في الجدول نحط لكم نجمة، وكل جمعة نتلملوا العائلة الكل انا وبوكم وانتم ونحسبوا كل واحد قداش عنده من علامة، وكل جمعة نقولهم شنو المكافئات اللي انا باش نعطيها لهم. مثلا اللي يجيب من 41 ل 50 نجمة عنده الهدية الفلانية، اللي يجيب من 31 ل 40 نجمة عنده الهدية الفلانية، وهكاكا. ورد بالك تعمل مقارنات بيناتهم وتقول شوف خوك قداش جاب وانت قداش جبت، ولا تقول له شوف فلان كيفاش خير منك. مبدأ المقارنات خطير برشا وخاصة بين الاخوات. زيدهم اللي هالاسلوب يخليه يقلق ويفد وما عادش يحب يعمل الحاجات اللي انت تحبوا يعملهم، ويفقد اهتمامه في طلب الرضا منك. لازم ديما تحاول تحفزه بشتى الاساليب، كيما تحكي لاخواته ولا اي حد يكون موجود الوقت هذاك على الحاجات الباهيه اللي عملهم وتمدحه، وتقول اللي انت ياسر فرحانه بالسلوكيات الباهيه نتاعو. هالطريقه ياسر تاثر فيه وتخليه يزيد من التصرف الباهي. ثاني حاجة أكيد اللي مرت عليك مواقف صغيرك يولي يعيط ويبكي ويكسر اللي قدامه ويضرب روحه ويقعد في القاعة وما تعرفش شنو تعمل. هوني لازمك تتجاهله، تخليه وحده وتبعد عليه. بعد ما يسكت ويهدأ تمشي تحكي معاه بسياسة وتخليه يعبر على مشاعره وتشوف شنو يحب، وتقول له اللي هالسلوك انت ما تحبوش، وتعلمه يطلب السماح كي يعمل حاجة انت ما تحبهاش. ومش معناها يقول لك كان سامحني، خاطر الصغير ما يفهمهاش وما يحسهاش كي تبدا مش مرافقة ببوسة ولا تعنيقة فيها محبة كبيرة. ثالث حاجة لو كان عمل غلطة كبيرة ولازم يتعاقب عليها، عاقبه بطريقة الوقت المستقطع. هزوا لبيته وقعدوا في كرسي، ومن بعد امشي من بحذاه وسكر عليه البيت، وعلى كل عام من عمره خليه عليها دقيقة. كان عمره 5 سنين مثلا خليه 5 دقائق، ومن بعد رجع له خرجوا. هالطريقة تخليه يفكر في غلطه وينقص من الحاجات المش باهية اللي كان يعملهم، خاطر هالعقاب بالنسبة ليه حاجة مرعبة، بما انه الصغير ما يحبش يبقى وحده. كيما تنجم زيادة كي تحب تعاقبه بالحرمان من حاجاته المفضلة، اللعبة متاعو، الكوميك اللي يحب يتفرج فيه إلى آخره. ورابع طريقة لليوم هي علاج الأدب. ايش معناها؟ معناها مثلا لو كنت تشرب في كاس تاي ولا أي مشروب آخر وصغيرك جاي وقلب لك الكاس ولا كسر الصحن اللي كان ياكل فيه وكب الماكلة، ديما حاول تخليه يعاونك في تلميد وتنظيف اللي عمله. بشوية بشوية ما عادش يعمل هالتصرفات.
قبل ما نختموا، اكبر نصيحه نحب نعطيها لكم اليوم هي انه رد بالك تعاقب صغيرك بحاجات ايجابيه. مثلا انا كي كنت نقرا كنت كي ما نحفظش درسي معلمتي تقول لي اكتب الدرس 10 مرات، هكاك نولي نكره الماتير. دونك الطريقه مش باهيه، ورد بالك تعاقبوا في بيت النوم قبل ما يرقد، خاطر هكاك تشكل رابط في مخ الطفل بان النوم حاجه مخيفه. وما تعاقبوش زاده كي يجي يقرا ولا كي يجي ياكل، خاطر يولي يربط القرايه بالحاجات الخايبه، ويولي كل ما يجي ياكل يحس بالالم يخليه ما عادش يحب ياكل. هذا كانوا نصايحنا اليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. وتو ما بقى لي كان نحييكم ونتمنى لكم الخير والفرحه والرزق الكبير، وان شاء الله دنيتكم ودنيتنا ديما جنه. صراحة FM 88.6.